صدمة لبرشلونة. إصابة باو كوبارسي تثير القلق قبل المباريات القادمة. تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة موجعة بعد أن كشف بيان طبي رسمي عن إصابة مدافعه الشاب باو كوبارسي. وأوضح التقرير أن اللاعب يعاني من تمدد في الرباط الظنبوبي الشظوي الأمامي للكاحل الأيمن، وذلك عقب خضوعه لفحوصات دقيقة في المدينة الرياضية خوان غامبر صباح اليوم. وأكد النادي أن كوبارسي سيبدأ مرحلة العلاج التحفظي، على أن تتم إعادة تقييم حالته بعد 48 ساعة لمعرفة مدى تحسنه وإمكانية عودته للتدريبات قريبا. ورغم عدم تحديد مدة الغياب رسميا، إلا أن الإصابة قد تؤثر على مشاركته في المباريات المقبلة، حيث يعتمد الأمر على سرعة تعافيه واستجابته للعلاج. الجدير بالذكر أن كوبارسي تعرض لهذه الإصابة أثناء تمثيله منتخب إسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال المواجهة ضد منتخب هولندا، ما يضع برشلونة في موقف صعب مع اقتراب المباريات الحاسمة. وستكون أعين الطاقم الطبي مسلطة على تطورات حالته لضمان عودته بأفضل جاهزية ممكنة إلى الملاعب.